بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا، دايما بقرب نهاية العام الميلادي بنقعد نمني نفسنا ان السنة الجديدة تبقى احسن من السنة القديمة. يعني قرب نهاية 2022 نتمنى ان 2023 تكون افضل منها. وطبعا بنهني اخواتنا المسيحيين بالاعياد اللي هتبقى جاية الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله. كل عام وانتم طيبين، وكل عام واحنا كلنا طيبين بمناسبة العام الميلادي الجديد ان شاء الله. طبعا اللي ما عملش اشتراك في القناة يلحق يشترك، اللي ما عملش سبسكرايب وفعل زرار الجرس يلحق بسرعة، علشان الفترة اللي جاية زي ما اتفقنا هنبتدي ناخد آرائكم ونبتدي ننزل فيديو تقريبا كل أسبوع. تمام كده. فبإذن الله في آراء جت قالت لي عايزين الفيديو دايما في الأجازة يعني، أو في الخميس والجمعة يعني وكده. فبإذن الله يعني بحاول ألبي الرغبات ديت إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية. المهم النهارده موضوعنا مع الحلقة التانية من موضوع الوراثة أو الجينات الوراثية. فمعلش اللي هيتفرج على الفيديو ده لوحده مش هيفهم حاجة، اللي اتفرج على الفيديو اللي فات مش هيفهم حاجة. معلش نتفرج على فيديوهين الوراثة ورا بعض، اتفرج على الوراثة واحد والوراثة اتنين. تمام. النهاردة الحلقة التانية من فيديو الوراثة. كنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن ان السائد والمتنحي، وان في صفة سائدة وصفة متنحية والكلام ده كله. طيب، الناس اللي اتفرجوا على الفيديو الاولاني لوحده ما فهموش حاجة. اقول له يا كابتن انت عايز تقول ايه من الاخر؟ يعني انت بتتكلم وهاري دماغنا وفلق دماغنا بقالك 10 دقايق ربع ساعه، ترغي في ايه يعني؟ كل اللي فات دوت تمهيد للي جاي اللي هو بتاع الحلقه دي. انت دلوقتي كمدرب عندك ظاهر لك، انت هيجي لك الولد ومعاه ولي امره. طيب، انت شايف الولد او البنت ايا كان، نبتدي نقول الولد اللي هو الطفل يعني اللي جاي لك، يعني الطفل اللي جاي لك دوت عشان يتمرن، سواء بقى سباحه بالزعانف، باسكت، فولي، كاراتيه، كونغ فو، ايا كان. فانت بعينك الخبيرة طبعا وخبرتك وعلمك اللي المفروض هم عندك بغزارة. ولو ما عندكش خبرة وعلم بغزارة، ابتدي اقرا وثقف نفسك وطور من نفسك وطور من امكانياتك وطور من عقلك. الكلام دوت سواء اذا كنت مدرب او اداري او مدير فني او حتى ولي امر. ولي امر عادي جدا عايز يرتقي باولاده لافضل مستوى باذن الله طبعا ان شاء الله يعني. المهم، خلاصة الكلام استكمالا لموضوع الحلقة اللي فاتت، الجينات الوراثية أنا هستفاد منها إيه؟ بص يا سيدي، مبدئيا الولد اللي جايلك ده جايلك وأنت ما تعرفش عنه أي حاجة، بس بنظرة بسيطة جدا، نظرة بسيطة جدا لباباه ومامته تقدر تعرف الولد ده جواه إيه، الصفات الوراثية اللي الولد ده شايلها إيه. يعني مثلا لو أنت بتمرن لعبة تحتاج لعنصر الطول أو تحتاج لجين الطول، طول القامة. يعني مثلا لو انت بتمرن كاراتيه، تايكوندو، كونغ فو، باسكت، طايره، فولي، سباحه بالزعانف. طبعا السباح الطويل غير السباح القصير. السباح الطويل هيشد شده، السباح القصير هيشد شدتين ثلاثه عقبال ما التاني يحصله يعني. فطبعا مش معنى كده ان احنا نقول الطويل بس هو اللي يتمرن، لا طبعا احنا بنتكلم في الافضليه للمستويات العليا. فمن البدايه كده الطويل هو اللي هيديني مستوى رقمي افضل. فبنبتدي نديله شوية ايه يعني تركيز اكتر شوية بالنسبة لما المستوى يعلى شوية، ان هيدينا نتيجة افضل من السباح القصير. طبعا لكل قاعدة شواذ، مش قاعدة اساسية. ممكن سباح طويل جدا و... وما يديكش المستوى الرقمي الممتاز يعني، لاسباب كتير. الاسباب بقى توافق، لاسباب نفسية، لاسباب عضلية، لاسباب عصبية، مش دي القصة. انا بتكلم في طول القامة فقط لا غير دلوقتي. طب انت عندك سباح دلوقتي قصير، بس انت شايفه وهو لسه طفل وشايفه قصير، بس شايف باباه بسم الله ما شاء الله حاجة كده طول بعرض. والدته برضو نفس الكلام مش قصيرة، فاذا الواد ده هيطلع طويل من غير كلام، من غير شك. الواد ده هيطلع طويل. باباه طويل، مامته طويلة، الواد ده هيطلع طويل. الا نادرا ممكن تلاقي الواد ده قصير مثلا لجده ولا لعمه ولا لخاله ولا. بس ما دام الاب طلع طويل، الام طلعت طويلة، الولد ده هيطلع 100% او 99% طويل. لو مش طويل مش هيبقى قصير، هيبقى طوله معقول. لو ما فردش طول على 16 سنة هيفرد طول على 17 على 18. خلاص، اللي هي مرحلة الاكتمال الجسماني، او مرحلة النضوج الجسماني، او مرحلة تغيير الهرمونات، مرحلة البلوغ، ايا كان. شوف انت بتسمي المرحلة دي عندك ايه.
خلاصة الكلام. ولد تاني باباه بطل رياضي في لعبة معينة، او مامته بطلة رياضية في لعبة معينة، وانت لقطت المعلومة دي في وسط الكلام كده والدردشة اللي محدش بياخد باله منها. المدرب ما بيرغيش علشان او ما بيتكلمش مع ولي الامر علشان يستعرض نفسه او يبين نفسه او يظهر نفسه او علشان يلوكلك وخلاص، لا. المدرب اللي بجد بيتكلم في الجد وبيتكلم في الحاجات المهمة، بياخدها من بين السطور، عشان بس تبقوا عارفين. فالخلاصة دلوقتي، الولد اللي باباه ومامته طوال، اللي باباه ومامته ابطال رياضيين، اللي باباه ومامته تلاقي نمطه عضلي شوية، اللي باباه ومامته فيهم صفة معينة انت شايفها، فالولد ده بنسبة 99% الصفة دي هتبقى فيه. خلاص كده. طيب انا كولي امر هستفاد ايه من الكلام ده؟ طبعا انا اديت مثال المره اللي فاتت بالناس اللي بتربي طيور زينه وحمام وبغبغانات وكلاب طيور عموما او حيوانات اليفه عموما، بيهجنوا طيور معينه مع طيور معينه او حيوانات معينه مع حيوانات معينه عشان ياخدوا صفه معينه من الطائر ده او الحيوان ده مع الحيوان ده او الطائر ده. تمام. وضربت بيها مثال. طيب، عندنا طبعا في مجتمع البشر مش هينفع طبعا يحصل الكلام دوت لعدة أسباب. أسباب بقى دينية، أسباب أخلاقية، أسباب اجتماعية، أسباب مجتمعية، أسباب كتير. المهم، مش هنجيب طبعا بطل رياضي نجوزه مع بطلة رياضية عشان يطلع لنا بطل رياضي، إلا إذا كنا بقى بنعمل مشروع بطل رياضي بقى وبطل أولمبي وقصة كبيرة كده يعني. فالخلاصة دلوقتي، أحد الأبوين لما يكون شايل صفة معينة، بنسبة كبيرة الصفة دي بتتنقل للأبناء. طب لو الاتنين شايلين الصفة دي، بنسبة كبيرة قوي بتتنقل للأبناء. طيب أنا كولي أمر هستفيد من الكلام ده إيه؟ شوف أنت إمكانياتك إيه، شوف أنت قدراتك إيه، حتى لو أنت ما بتلعبش رياضة، حتى لو أنت مش رياضي، حتى لو أنت عمرك ما مارست رياضة. شوف أنت إمكانياتك إيه وابنك إمكانياته إيه، وابتدي وجهه في الرياضة الصح بناء على القدرات الجسمانية. في حاجة اسمها الانتقاء. الانتقاء دوت يعني فرد له حلقة أو حلقات مخصوصة بسبب الموضوع دوت، لأن الموضوع مهم جدا. ده لازم يحصل في الفترة اللي هيحصل فيها نهضة إن شاء الله بإذن الله، في الفترة بتاعة الرياضة اللي جاية إن شاء الله، علشان الواحد يبتدي يمشي صح. الكلام ده المفروض يتعمل على مستوى الدولة، أو على مستوى المنظومة الرياضية بشكل خاص، أو على مستوى الأندية. والأكاديميات والأندية الكبيرة بتعمل الكلام دوت بشكل أو بآخر. بيعملوا ايه؟ بيبتدوا الواحد بيكون داخل بيملأ ابلكيشن، بيشوف الطول والوزن والمواصفات والرغبات والهوايات والكلام ده كله، ويبتدي يحدد له بعد القياسات الجسمانية والميول النفسية، بيبتدي يحدد له 3 4 5 ألعاب يبتدي يتحرك فيهم. ما بيتحركش عشوائي، يبتدي يتحرك في الثلاث اربع خمس العاب اللي هو مناسبين لجسمه علشان يأثروا عليه المشوار. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد آه، بناء على القياسات المورفولوجية بتاعته أو القياسات الجسمانية بتاعته، طلع إن هو نمطه الجسماني عضلي، وفي نفس التوقيت القامة بتاعته قصيرة. يبقى الولد دوت بكل تأكيد، بكل تأكيد ما ينفعش يلعب فولي، ما ينفعش يلعب باسكت، ما ينفعش يلعب سباحة، ما ينفعش على المستوى العالي. ما بقى بتكلمش دلوقتي في التعليم، هو ينفع يتعلم أي لعبة طبعا، يعني عشان بس ما حدش يفهم الكلمة دي غلط. في فرق كبير قوي بين التعليم وبين ان هو يحقق مستوى رياضي عالي. التعليم ينفع يتعلم اي لعبة، دي مما لا شك فيه خالص، ينفع يتعلم اللعبة اللي هو عايزها، بس هيوصل لحد معين اللي هو بقى وقت المنافسة هينافس مرة اتنين تلاتة أربعة، وبعد كده هيلاقي نفسه مش قادر ينافس ويجاري المستويات اللي هم عندهم جينات اللعبة دي أو مواصفات الرياضة دي محتاجاها. تمام كده. فعندك دلوقتي واحد قصير، نمطه عضلي شوية، الطفل دوت ما ينفعش يلعب الألعاب اللي محتاجة غير العنصر ده. يعني مثلا الولد ده يبقى ممتاز جدا لو لعب جمباز، يبقى ممتاز جدا لو لعب مثلا على سبيل المثال غطس، يبقى ممتاز جدا لو لعب على سبيل المثال مثلا ممكن نقول كرة قدم. بعض المراكز، مش كل المراكز في الملعب،
ممكن يبقى ممتاز لو لعب هاند بول، لو بيتميز بالقوة البدنية شوية. ممكن يبقى ممتاز لو لعب على سبيل المثال حاجة في الألعاب القتالية. طبعا مش كل الألعاب القتالية، يعني ممكن يلعب مثلا في الكونغ فو والكاراتيه والكلام ده كله، ممكن يلعب أساليب أو اللي هي كوموتي كات، أنا آسف، اللي هي استعراضات بس ما تبقاش حاجة فيها فايت. الحاجة اللي فيها فايت تبقى محتاجة واحد قلبه جامد شوية ومواصفات جسمانية معينة. مش لازم يبقى طويل قوي، بس المهم يبقى عنده سريع، يكون سريع وعنده سرعة رد فعل. ف هو ده اللي يفرق معايا انا كولي امر، يفرق معايا انا كمدرب، يفرق معايا انا كواحد شايف الولاد ديت ماشيه ازاي. فلما احدد له 4 5 العاب يتعلمهم، ويبتدي يصفصف بعد كده على 3 العاب، ويبتدي بعد كده يحب لعبتين، وبعد كده يتميز في لعبه فيكمل فيها، يبقى انا كده اثرت على نفسي كنادي او كاكاديميه رياضيه، وعلى ولي الامر اثرت عليه مصاريف ووقت ومجهود، وعليه هو شخصيا اثرت عليه خبرات فشل كتير قوي في كذا رياضه هو ممكن ما يديش فيها كويس، ويخش رياضة وينسحب، ويدخل رياضة وينسحب، ويدخل رياضة وما يكملش، وفين وفين عقبال ما يدخل رياضة ويا تظبط معايا ما تظبطش. وده معظم الحال اللي بيحصل عند معظم الأولاد اللي بيلعبوا رياضة فيك يا مصر. اللي هو إيه؟ أنا عايز ألاعب ابني كورة. طب ليه يا عم عايز تلعبه كورة؟ عشان يبقى لعيب كورة كبير، أشوفه كده زي أبو تريكة ولا محمد صلاح ولا أي لعيب كورة أنت بتحبه. طب يا عم الحاج، ابنك ما ينفعش يلعب كورة، مواصفاته ما ينفعش يلعب كوره. هو هيتعلم كوره ويمشي في الملعب وبتاع وكلام من دي. يعني واحد مثلا عنده زياده في الوزن و... وطوله قصير، ونمطه الجسماني دهني، نمطه الجسماني سمين، فمش عضلي ومش نحيف، ومش عضلي نحيف ومش نحيف عضلي. يعني فبأي حال من الأحوال مش هينفع يلعب كورة ويبقى على مستوى كويس. فده هيلعب كورة، هيتعلم كورة تمام زي الفل ماشي، لكن هيأدي في الملاعب بعد كده بنسبة 99% نقول له لا. فالكلام دوت لازم يتقال له من البداية عشان يبتدي يحط ابنه في التراك الصح. الولد دوت ممكن لو توجه صح مثلا لعبة زي الجودو، لعبة زي المصارعة، لعبة زي الألعاب اللي هي القتالية اللي بتحتاج وزن زيادة شوية، فيها التحام، ممكن يتوجه ناحية مثلا البوكس. ممكن يتوجه البوكس، طبعا الأوزان العالية، ما هي الألعاب القتالية بتبقى بالوزن، فممكن تلاقي وزن 50 كيلو، وتلاقي تحت 50 كيلو، ممكن تلاقي وزن فوق ال90 كيلو. فده حاجة وده حاجة تانية خالص، ده وزن وده وزن، والاتنين بيلعبوا نفس اللعبة. لكن الألعاب القتالية بتبقى بالوزن. الولد دوت ممكن يتوجه لفوق فوق شوية، لما يكبر شوية يتوجه ان هو يلعب رفع أثقال، ممكن يتوجه ان هو يلعب العاب قوه زي جله، مطرقه، رمح، قرص، اللي هي الحاجات اللي محتاجه باور عالي قوي وملهاش علاقه بالوزن. فالموضوع كبير بجد، ولازم الناس تكون واعيه ليه بجد. مش انا شفت ابن عم خالة مرات جوز مرات والد واحد انا اعرفه بيلاعب ابنه جمباز، او مدخل ولادي جمباز، مدخل ولاده سباحه يقوم مدخلهم سباحه، مدخل ولاده باسكت يقوم مدخلهم باسكت. لا يا جماعه، الموضوع مش كده والله، والله الموضوع مش كده. انا بشوف ناس بتدخل رياضه تلعب فيها سنين وفي الاخر بتنسحب منها. ليه؟ علشان ما توجهتش بدايه صح من البدايه، ما توجهتش من البدايه، وما تقلهمش الصراحه من البدايه. الناس بتخاف، الناس بتخاف من الناس. يا جماعه قولوا لهم الصراحه، قولوا لهم الحقيقه، بس من غير ما تجرحوهم. بس في نفس التوقيت نراعي ان الولد لازم ياخد فرصته في التعليم، لازم يتعلم اللعبه دي. ما نقولش، ما نصدمش الراجل ولا ولية الأمر، ما نصدمهمش في البداية، في بداية مراحل التعليم نهائي. في بداية مراحل التعليم لا، الولد لازم يتعلم ويجرب ومفيش مشكلة خالص، لكن يتقال له ان انت الافضل ليك ان انت تبقى 1 2 3، والكلام ده من رئيس المنظومة، مش من المعلم، مش من المدرب الصغير، لا خالص. عشان ما يتفهمش غلط، الكلام دوت لازم يبقى في سيستم، لازم يبقى في بعد قياسات، لازم يبقى بعد اختبارات، لازم ما ينفعش بالعين المجردة كده وخلاص خلصت. ما ينفعش من غير اختبار، لازم يتعمل اختبار واتنين وتلاتة للأولاد دي، علشان يوم ما يتقال لهم كذا يبقى موفر لهم بديل. انت هتشيلهم من اللعبة دي هتحطهم في اللعبة دي، هتشيلهم من الرياضة دي تحطهم في الرياضة دي، هتشيلهم من التراك ده تحطهم في التراك ده. ما يبقاش شلتهم من هنا عشان انت مش عايزهم وخلاص. ارجو ان الحلقة دي ما تكونش طولت عليكم، معلش دخلنا في 15 دقيقة اهو، معلش حقكم عليا. بس الموضوع بجد مهم جدا 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 جدا. تخيل انت
او انتي لو كنتوا سباحين واتحطيتوا على التراك المظبوط من البداية ان انت ما تنفعش في الرياضة دي، او الافضل لك انك تروح اللعبة دي، كنت رحت فين دلوقتي؟ مش كان زمانك بتحقق في لعبة انت مواصفاتك الجسمانية افضل فيها؟ او انت دخلت لعبة انت بتحبها، مش لعبة مغصوب عليها. اعرف ناس كتيرة جدا مغصوبة ان هي تفضل في لعبة عشان خاطر باباها، عشان خاطر مامتها، عشان خاطر اخوها متميز في اللعبة دي، فانت لازم تخش اللعبة دي. لا، الموضوع مش عواطف. الموضوع لو عواطف كنا كلنا لعبنا رياضة واحدة وخلاص، كان كل مجموعة صحاب راحوا مع بعض رياضة واحدة وخلاص. لكن بالعكس، انت بتخش اللعبة المناسبة ليك، ومنها بتكون صداقات، ومنها بتكون مستوى، ومنها بتكون كيان، ومنها بتكون حاجة وتبني بيها نفسك، تبني بيها مستقبلك. بالتوفيق للجميع ان شاء الله باذن الله. معلش الحلقة طولت بس غصب عني. انتظروا حلقات جايه كتير تاني، باكد عليكم سبسكرايب ولايك وشير الحلقه دي كتير قوي على قد ما تقدر في كل الجروبات اللي عندك، وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله باذن الله الجديد جامد وجديد ان شاء الله باذن الله. شكرا يا شباب، السلام عليكم.